هو ممكن كتاب يعجبنا من غير ما نلمسه؟ طب بيشدنا ايه في الكتاب؟ ولا ممكن الكتاب هو اللي بيشدنا ليه؟ طيب اعرفكم بنفسي. انا عصام، عندي 16 سنة. انا على قد حالي. ابويا بيشتغل في جراج وانا بساعده بعد ما بخلص مدرسة. في يوم وانا بمسح عربية زبون، شفت في انعكاس وشي في المراية شخص ورايا. بصيت ورايا، مفيش حد في المراية. رجعت بصيت، الشخص اختفى. كان بني ادم عادي، لكن ايده اللي مش عادية. ايده كانت عظم بس مفيش جلد، وكأن العظم ده محروق. ما خدتش في بالي، وعدى اليوم ورجعت اوضتي اللي في الجراج، ودخلت نمت وحسيت براحة كأن أول مرة أنام. صحيت على صوت في الجراج، ببص جنبي أبويا موجود. إيه ده؟ أمال إيه الصوت ده؟ الصوت عالي مرة واحدة وتحول لصوت صريخ وسويت، بس ما كانش سويت وصراخ بني آدمين عاديين. قلت لا 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 لا، أنا لازم أقوم أشوف في إيه. بس وأنا نازل من على السرير رجلي داست على حاجة لزجة. إيه ده؟ ده دم، بس مال لونه غريب كده ليه؟ ده لونه اخضر. انا اول مرة اشوف دم لونه اخضر. مديت ايدي افتح الكشاف، بس فجأة ايد مسكت ايدي، سحبت ايدي بسرعة. يا رب يا رب، هو ايه اللي بيحصل ده يا رب؟ وفجأة حاجة خبطتني على دماغي واغمى عليا. بس وانا بيغمى عليا سمعت صوت همس بيقول: لا لا للعيش مع المرأة ذات الشعر الأبيض. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة. صحيت بسرعة، ما كانش في حاجة غير الدم على المخدة بتاعتي، وراسي وجعاني قوي. يا راسي. بس الدم كان لونه غريب، كان اخضر. بس لقيت جنبي على المخدة شعر ابيض طويل، شعر واحدة ست. كانت الساعة حوالي 5. غسلت وشي ونضفت المخدة وقلت بقى اقوم اشوف اكل عيش. بس لقيت كتابي اترمى على العربية. دي عربية الراجل اللي انا شفت خياله في المراية. بصيت على الكتاب لقيته لونه اسود، ولما فتحته الصفح كلها سودة جوه، وهم 3 كلمات اللي مكتوبين جوه. يا دوبك عرفت اقراهم بالعافية: قيصر، جبرائيل، الموت. دول 3 كلمات اللي موجودين في كل صفحة من صفحات الكتاب، ومعاهم بعض الحروف والطلاسم. طب انا هاخد الكتاب ده معايا لحد ما اشوف ده حكايته ايه. المهم خدت الكتاب وحطيته تحت المخدة بتاعتي، وبدأت اشوف شغلي كالعادة. وانقضى اليوم وجه الليل ورجعت الأوضة، بس شفت منظر صدمني. واحد أصلع عجوز، ايديه الاتنين فيها اخرام كتير، ماسك الكتاب. قلت له: يا جدي انت بتعمل ايه هنا؟ لف راسه ليا لفة غريبة، لو انسان عادي كانت هتتكسر. بس لما بصلي لقيت وشه زي اللي في ايده مخرم، وبينزل من بقه دم اخضر وسائل اخضر. لكن ده ما طلعش راجل، دي طلعت واحدة ست، وقالت لي: لماذا أنت هنا؟ لماذا أنت هنا؟ ولقيت الكتاب بيطلع منه أصوات همس وأصوات ناس بتصرخ وكأنها جاية من الجحيم. مع المنظر والصوت ده هو أغمى عليا. يا ابني يا ابني اصحى يا ابني، فوق بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ابويا كان بيقومني من على الارض وقال لي: انا لقيتك اغمى عليك فجأة، وبعدين ايه اللي على وشك ده؟ سبته بسرعة وجريت ابص في المراية، لقيت السائل الاخضر، واتحججت باي حاجة وقلت له: ده تلاقيه لون يا بابا، انا مش عارف جه منين. وساعتها كنا الصبح، ولقيت عم خالد البواب، وقلت لما اساله: هو اقدم مننا هنا اصلا وعارف كل الناس اللي في العمارة. صباح الخير يا عم خالد. اهلا اهلا، تعالى يا ابني افطر معايا. الله يخليك يا عم خالد، انا جاي لك في سؤال. هو مين صاحب العربية دي؟ انا فجأة لقيت وشه قلب اصفر واخضر وجاب الوان، وتنح واتصدم. يا عم خالد، عم خالد قال لي هي رجعت تاني. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، رجعت تاني. وفضل يزعق ويصرخ وقعد يقول: رجعت. هديته وخدته معايا الاوضه وقلت له: احكي لي بس يا عم خالد، ابوس رجلك. وقال لي: بص يا ابني،
كان في واحدة دجالة هنا كانت عايشة في العمارة، ودي اللي كان بيجيلها كان لازم يكون ناوي على أذية أو شر. كانت بتعمل كل حاجة تغضب ربنا، ما كانش حد بيحبها لغاية لما اتجوزت. والغريبة انها اتجوزت ازاي؟ اتجوزت واحد كان أصغر منها بيجي 20 سنة، لغاية لما جه يوم ما طلعلوش شمس الست دي ماتت وجوزها ورث شغلها وكمل مكانها، وبقى فاتح البيت ليل ونهار، وليل ونهار نسمع صوت سويت وصريخ، لغاية ما في يوم لقينا الراجل نازل ومعاه كتاب لونه اسود، حطه في العربية السودا دي واختفى. وعدى يجي 3 سنين. والعلمك لما جينا ندفن مراته هو اللي طلب يعمل كل حاجة، ما خلاش حد يعمل حاجة ولا يحضر الدفنة. بس الغريبة انه بعد 2 من غيابه رجع تاني، ولقينا معاه شنطة سودا، بس كان لابس جاكيت تقيل مع اننا كنا في الصيف، بس كان واضح انه بيخبي حاجة. ايه هي؟ محدش عارف، وكان دايما بيخبي ايده المخرمة عشان محدش يشوفها. بس لما كان بينده عليا عشان احضره العربية كان بيفتح شنطة العربية، وكنت بلاقي فيها ورق وفلوس ومادة خضرة، وكان يروح مادد ايده في الفلوس ويديني منها رزمة. بس وانا بلمع مراية العربية شفتها ورايا وكانت تخوف، وكانت من غير شعر وايديها مخرمة زيه. انا وقفت مكاني وخفت ولفيت بالراحة، بس ما لقيتش حد. رجعت وقلت لا ده بيتهيألي، اكيد بيتهيألي. وبعد ما جهزت له العربية خدها ومشي وغاب ومرجعش. وبعد كده رجع من غير العربية ومات بعد ما رجع بيومين. بس الغريبة ان في اليومين دول كنا بنسمع صوت واحدة ست وكأنها بتحضر روح، بس بعدها لقينا العربية رجعت لوحدها، محدش جابها، وبقت تختفي وترجع وتختفي وترجع. بس كل ما تظهر العربية واحد زي حالاتك يجي يمسحها يلاقي الكتاب ويحصل له حاجات وحشة قوي. ولما فتحنا الكتاب عرفنا ان ده كتاب طلاسم وحاجات تانية من الاخر، كتاب بيحضر ارواح الموتى. والمصيبة ان كل ما العربية تظهر كل ما نعرف ان في كارثة هتحصل. ومع نهاية قصتنا عرفنا ان مش اي حاجة نلاقيها نفتحها ونبص فيها او نقرأها غلط. ممكن تكون طلاسم تأذينا، ممكن تكون تعاويذ تضرنا،